اسعار الفراخ البيضاء وليه بتطلع وليه بتنزل، وان ناس كتيره جدا بترمي شماعتها على السماسره، وناس كتيره جدا بتتكلم وتقول ان السماسره هم السبب في حته نزول الاسعار. ولكن انا جاي اقول لك ان الموضوع عكس كده تماما. طبعا كلنا عارفين مبدئيا ان الفراخ البيضاء سلعه ما بتتخزنش، يعني ما ينفعش انها تتخزن مثلا زي مثلا الاسمنت، زي الرمل، زي الزلط، زي الحديد، زي الكلام ده كله. يعني الفراخ البيضاء لو جه وقت بيعتها او عمر بيعتها فبتضطر تبيع. طيب ايه اللي بيحصل بقى وبيخلي السعر يرفع او ينزل مره واحده؟ السعر لما بينزل مره واحده، وليكن مثلا انت عندك النهارده مزرعه وليكن 10000، وعلى وش بيع مثلا ومتوسط اوزانك كيلو 800 كيلو 900، وقدامك 5 6 ايام اسبوع وتخلص وتتوكل على الله تبيع فراخ، وجيت لا قدر الله قبلك ظرف او قبلك ضرب. يعني 90% من الناس اللي بتتصرف صح اول حاجه هي بتفكر فيها انها تبيع الفراخ قبل الفراخ لسه ما تتعب اكتر وتتبهدل اكتر وتدي ادويه وتدي علاجات، وفي الاخر الله اعلم يا يبقوا حلوين يا اما يموتوا كلهم. فالناس اللي بتفكر صح بتقول لك لا يا عم انا ابيع واتوكل على الله، وبناقص يا عم لو هتلم فلوسها، بس لو هتسيب من اصل حقها شويه شويتين بس اجمد منها اي فلوس. وناس تانية بتختار انها تكمل وتجازف بالرغم من انها ممكن في لحظه تخسر القطيع بالكامل، ولكن بيبقى عنده طمع او حته امل، او اللي زي اللي بيتعلق في اشياء انه ممكن يبقوا حلوين والدروب يعدي والفراخ تجيب اوزان ويكسب ويعوض وكلام من ده. وده في الغالب ما بيحصلش كتير. يعني اغلب المشاكل اللي بتقابلك في الاعمار الكبيره افضل حل لها هو البيع فورا. ما علينا، المهم خلينا في النقطه دي. دلوقتي انت عندك وجاء قبلك دروب وخلاص، ونويت انك تبيع علشان تتجنب الخسائر او عايز تلم فلوسك. فخلاص انت قلت يا جماعه انا هبيع، بتبدا تكلم سمسار تقول له يا سمسار والله انا عندي وضع 1 2 3 ومتوسط اوزان 1 2 3. فبناء على الفرخه اللي عندك بيبدا يشوف لها زبون. وعايزك بقى تبقى فاهم ان اللي حصل معاك ده ما حصلش انت معاك لوحدك، لا ده بيبقى متكرر مع مئات غيرك على مستوى الجمهوريه بالكامل. فبيظهر او بيعمل عرض كتير عند السماسره، فالسماسره عايزه تخدمك وعايزه تبيع الفراخ بتاعتك دي كلها، وكذلك عايز يكسب. يعني انا مش هكدب عليك واقول لك هو مالك، لا في بعض السماسره كتيره جدا عايزه مثلا وليكن انت هتنفذ ب 70 جنيه ينفذ ب 65 جنيه ويقسم ال 5 جنيه هو والتاجر، ما علينا من القصه دي. لكن حته العرض والطلب عموما دي يعني بتفرض نفسها على السوق كله. المهم ده لما بيحصل معاك وبيحصل مع غيرك بيبدا العرض يزيد، فبيبدا غصب عنك اضطراري او غصب عن السماسرة اضطراري ينزلوا السعر عشان يقدروا يبيعوا الفراخ اللي موجوده في السوق دي كلها سواء عندك او عند غيرك. فده بيحصل اجباري. وعلى عكس كده تماما بقى لما يجي يحصل فجوه مثلا وفي وقت من الاوقات ما تلاقيش فرخه في السوق معديه ال 2 كيلو، فطبيعي بتلاقي السعر بدأ يرفع معاك، مثلا وليكن على سبيل المثال كان 70 يرفع ل 75 ل 80 لحين لما يظهر فراخ اكبر واكبر. فخلاصه الكلام اللي عايز اوضحه لك ان السمسار مش شماعه بنعلق عليها حته نزول السعر او طلوع السعر، لان السعر برضه لما بيرفع ل 90 و95 و100 و105 و108 السنه دي، طبعا السمسار ما كانش له يد في الموضوع، ولا السمسار هو اللي رفع السوق للسعر ده. ولكن زي ما قلت لك هو السمسار ما هو الا مؤشر لعرض والطلب، وبيكون كاشف السوق بحكم تعاملاته الكتير مع تجار ومع مربيين. طيب يبقى انت كده دلوقتي تحط في دماغك ان موضوع الفراخ البيضاء السعر بتاعها بيكون بناء على العرض والطلب ومالوش علاقه باي سمسره خالص، عشان ما تعلقش شماعتك على حد، لان كان لازم نتكلم في النقطه دي وننهي فيها الجدل خالص. وعايز اقول لك برضو ان انت كمربي دواجن كل اللي مطلوب منك حاجه واحده بس، تركز في شغلك وتركز في فراخك وتركز انك تطلع فرخه سوبر كويسه، وسيب الارزاق بقى والسعر ده على ربنا. ربنا مطلع على تعبك وشايف قد ايه انت تعبت وقد ايه اجتهدت، واكيد ربنا هيكرمك وهيرضيك. ولو لا قدر الله برضه يعني خسرت بسبب السعر، فربنا له حكمه في كده، فترضى بقضاء ربنا. فانت يعني المطلوب منك او مهمتك الاساسيه انك تطلع فرخه حلوه، وربنا ما يجيب اي خساره ولا يخسر اي حد ابدا. وعايزك تبقى فاهم ان شغلانه الفراخ البيضاء في الوقت الحالي مثلا عادت عشوائيه بطريقه بحته. يعني الاول كنا بنقدر نحدد ونقول امتى الموسم وامتى بترفع وامتى بتنزل، لكن في الوقت الحالي اللي احنا فيه ما بنقدرش حتى نقول لك بكره السوق في ايه، ما بنقدرش نقول لك الاسبوع الجاي السوق هيطلع او هينزل. يعني عايز اقول لك ان الشغلانه ما بقتش حد عارف يتنبأ لها.
وخصوصا ان دخل برضو كيانات ضخمه وكيانات كبيره، شركات كبيره جدا بدات تربي تسمين لنفسها، فهي برضو اللي بتقدر تتحكم في السعر اكتر بحكم انها بتربي كميات ضخمه وكميات كبيره جدا. فبتقدر بناء على الكميه اللي عندها ديت هي اللي تكون مسيطره على السوق بالكامل، سواء في طلوع او في نزول، بحكم برضو العرض والطلب. وخصوصا هي بيبقى معاها مثلا كميه معروض كتير، وهي اللي بتقدر تحدد السعر سواء بطلوع او بنزول. فربنا يرزق الجميع وربنا ما يخسر اي حد ابدا. ولو عندك اي استفسار بخصوص تربيه الدواجن سيبوا لنا في تعليق. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد، وما تنساش اللايك والشير والتفاعل. ولو عندك سؤال سيبوا لنا في تعليق. اخوكم ابو نوح، سلام.